السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في وصفة جديدة من وصفات مطبخ هنا. يا رب تكونوا بخير. الطماطم موجودة بكثرة في السوق، ويعتبر هي أرخص أنواع الخضروات اللي موجودة في السوق. فحبيت أستغل الفرصة وأعمل ست شاطرة علشان أخزن شوية كده، وكل فترة هجيب شوية أخزنهم، لأني أنا ما بحبش أجيب الطماطم على بعض يعني بالقفص كامل. بحب اجيبها بالكيلو، لاني بنقيها بايدي يعني. دي طبعا صلصة الطماطم. هنعملها بطريقة سهلة وما بتاخدش معايا وقت، في نفس الوقت بتديني تيست مختلف، بتخلي الاكل مختلف وطعمه حلو جدا. وزي ما انتم شايفين القوام بتاعها. آه، عايزة اقول ان الطريقة دي في تفريز الطماطم ليها شوية تريكات كده، هتديكي في الآخر نتيجة هايلة هايلة. طبعا أنا جبت 5 كيلو طماطم من السوق، استخدمت كيلو منهم، واتبقى 4 كيلو حبيت أعملهم بالطريقة دي. احنا هنعمل الطماطم عن طريق شوي الطماطم في فرن البوتاجاز. والله زي ما بقول لكم كده هنشويها في الفرن تحت الجريل. هنحط لها شوية ملح، هنقطعها نغسلها ونقطعها ونحط لها شوية ملح، وهنحطها تحت الجريل وهنتابعها، وكل شوية يعني هنقلب فيها، بحيث ان احنا مش عايزين الطماطم تنشف معانا، لا احنا بس بنخليها تدبل، وفي نفس الوقت بتاخد ريحة الشوي، و بتديكي تيست عالي قوي قوي. وبت يعني ان شاء الله تجربوها بطريقتي دي وشوفوا وقولوا لي ايه النتيجه، لانها بتغير طعم الاكل 180 درجه. طبعا انا هنا كنت ابتديت غسلت الطماطم وشويت جزء منها زي ما انتم شايفين. انا طبعا على قد ما بقدر انا بحاول على الجوس اللي جوه الطماطم، يعني انا ما جففهاش في الفرن، بس مجرد ان هي بتاخد اللسعه بس دي كده، فبتديني نتيجة هايلة. طبعا ده الصاج اللي انا كنت اللي انا بشوي فيه. بقطع الطماطم زي ما انتم شايفين كده 4 ارباع، او نصين لو الطماطمايه مش كبيرة يعني. وبرصها في الصاج بحيث ان هي اهو الطماطمايه الصغيرة بقطعها نصين بس، عشان انا مش عايزاها تنشف معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. آه، هرصها كده في الصاج كلها. وطبعا انا مشغله الفرن بحيث ان الفرن بيبقى سخن، وهنشوف اهو زي ما انتوا شايفين. قطعت بقى الطماطم كلها كده، مليت الصاج ورصيته كده جنب بعض بالشكل ده. آه، شايفين لونها حلو ازاي؟ يعني على قد ما تقدري في السوق تنقي الطماطم الحمراء علشان تديكي النتيجة باللون الحلو ده. طبعا انا هرش عليها حبة فلفل اسود بملح. احنا عارفين طبعا ان الملح بيساعد ان الحاجة تدبل او تنزل المية بتاعتها، فهرش كده على الوش بتاعها شوية ملح بفلفل اسود بسيط، او ممكن ملح بس يعني. بس هي الملاحة كانت عندي فيها ملح على فلفل اسود بالشكل ده. وهدخلها تحت الجريل في الفرن، وتطلع بالشكل اللي احنا شايفينه في الصينية التانية معانا كده. بخلص بقى كل الكمية، يعني بخلص الصاج ده، وبعد كده بحط صاج تاني لحد ما بخلص الكمية. شايفين بتطلع بالشكل ده. اهم حاجة ان احنا نحافظ عليها طرية زي ما انتوا شايفين كده، فيها العصير بتاعها، محتفظة بقوامها. بس هي كل ما في الأمر إن هي إحنا دبلناها، وأخدت ريحة الشوي باللسعة البسيطة اللي على الطماطم دي. هنعمل إيه بعد كده؟ الخطوة اللي جاية هبتدي أخد صوص الطماطم دي، والقشرة هتلاقيها بتتقشر معايا بكل سهولة بالشكل ده أهو. بنشيل قشرة الطماطم بمنتهى السهولة، وبناخد اللحم بتاع الطماطم بس.
كله كده بجمعه. بصوا بتتشال بسهولة ازاي اهي، بالظبط زي الطماطم اللي احنا بنحطها تتسلق، ومجرد ما بنشيلها من المية السخنة فبنشيل القشرة بسهولة. برضو المشوية، الطماطم المشوية انا كمان عملت شوية، حطيت عليهم زيت وحطيتهم في التلاجة. مش عارفة هستعملهم في ايه، بس انا حباها. هحطها على طبق فول، هحطها مع بيض، هحطها حلوة قوي، حلوة قوي بجد، وجربوها وعلى ضمانتي. بصوا، جربي بقى تعملي بيها مكرونة، جربي بقى تعملي بيها صلصات الطبيخ، البامية، السبانخ، كل الأكل اللي بيحتاج صلصات بالشكل ده. اهو هنحطها بقى في الخلاط علشان اضربها وتديني عصير الطماطم، ولا بنرجعها تاني على البوتاجاز، ولا بنسبكها، ولا اي حاجة. هي بتديني نفس القوام بتاع الصلصة، او نفس الطعم، يعني كمان نفس الطعم بتاع الصلصة اللي احنا بنجيبها المعلبة. بس طبعا دي مضمونة وطعمها خرافة بجد. جربي كده، ولو حتى هتجربي في كيلو وشوفي النتيجة هتديكي ايه. برضو شايفين الصوص بتاع الطماطم، انا محتفظة بالطراوة بتاعتها. اهم حاجة واهم خطوة ان احنا نخلي بالنا ما تنشفش معانا في الفرن. يعني زي ما قلت يا دوبك تدبل وتاخد لسعة كده من الجريل. هبتدي اصفي الطماطم دي بعد ما هضربها في الخلاط. هبتدي اصفيها علشان طبعا هي فيها بذر، وانا عايزاها بيور، عايزاها صافية خالص من غير بذر. وبس، هي دي الخطوات بتاعتها. انا هنا كده بصفيها. شايفين بقى لونها بعد ما اتشوت؟ الطماطم المشوية من يعني من ألذ الطرق اللي تقدري تفرزني بيها صلصة طماطم بالشكل ده. كل ما تنزلي السوق هاتي كيلو او 2 كيلو زيادة واعملي شوية كده وحطيهم في الفريزر، هتنفعك صدقيني. وزي ما بقولك بتدي تيست حلو او مختلف للاكل. آه، اصفيها كويس علشان البذر اللي في الطماطم ينزل منها. يعني اصفي الصوص بتاع الطماطم واعزل البذر. زي ما انتم شايفين كده اهو، كده بذر الطماطم اهو ظهر معانا خلاص كده. بس كده، وهبتدي اعبيها في الاكياس وبشيلها في الفريزر. انا ما برجعهاش على النار تاني ولا حاجه. هنا انا حطيت كده شويه ميه صغيرين على اللي كانوا في الخلاط، وهبتدي اهو. شايفين القوام؟ شايفين القوام كانها اتسبكت واتقعدت على النار. بصوا تقلها بجد بجد. الطريقة اختراع، اختي قالت لي عليها وانا نفذتها وعملت بيها اكل، وكان الاكل فظيع فظيع، كان حلو جدا. هبتدي بقى اعبيها في اكياس، يعني مقدار كل كيس حوالي بياخد يعني هم كانوا 4 كيلو، حوالي كل كيس هياخد حوالي كيلو طماطم، صلصة الطماطم بالشكل ده. او على حسب طبعا الاكلة اللي انتي هتعمليها. ممكن تعملي اكياس كبيرة، تعملي اكياس صغيرة، اللي يعجبك بالشكل ده. جربوا الطريقة دي في تفريز الطماطم واعتمدوها وعلى ضمانتي، وان شاء الله تعجبكم.